السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح أكون وياكم في أول تجربة لي من خلال شرح برنامج فونتو. الشرح إن شاء الله راح يكون مكون من 3 خطوات. الخطوة الأولى راح أشرح إن شاء الله برنامج فونتو والخيارات اللي موجودة فيه. الخطوة الثانية راح أكون وياكم في طريقة تنزيل الخطوط، لأن مثل ما احنا عارفين أن برنامج الفونتو ما يدعم الخطوط العربية. فاحنا راح ننزل الخطوط من خارج برنامج الفونتو على الفونتو. راح اعلمكم الطريقة شلون ننزل الخطوط. الخطوة الثالثة ان شاء الله والاخيرة راح تكون عبارة عن تصميم. راح اقوم بتصميم قدامكم في الشرح، اساس تاخذون فكرة عن خيارات الفونتو بشكل اكبر. خلونا نبلش بالخطوة الاولى اللي عندي برنامج الفونتو. نفتح صفحة بيضاء اساس نطبق الخيارات او اشرح لكم الخيارات اللي موجودة في برنامج الفونتو. لاحظ معي مجرد ان ما اضغط في اي مكان في الصورة اللي انا منزلها راح يطلع لي كلمة add text اللي هي اضافة نص. خلونا في البداية نكتب البسملة مثلا. نغير اللون اساس تكون اوضح معي. مجرد اني اضغط على الكلام اللي انا كتبته بعد الاد تكست راح تطلع لي 6 خيارات. التكست، الخيار الاول التكست ناخذه من اليسار اللي هو اضافة النص. الفونت، الفونت نلاحظ هني له الخط. اوكي، نلاحظ تحت هني عندي الفونتس. الفونتس اللي هي الخطوط الانجليزية اللي موجودة اساسا في البرنامج. هذه راح تكون نازلة في البرنامج مجرد ان ننزل البرنامج عندنا. الماي فونتس هذه الخطوط العربية اللي انا نزلتها. لو تلاحظون انه مو بس مجرد خطوط عندي هني، عندي خطوط، عندي رموز. طبعا يمكن الاخوان والخوات اللي عندي بالفولورز يقولون شلون تصاميمك، شلون تسوي تصاميمك، ويقولون بالفونتو. يقولون طبعا ما في خطوط عربية مو موجودة. فعلا ما في. لما ندش هني الماي فونتس ما راح نلقى، راح نلقى المكان هذا كله فاضي. هذه طبعا كلها خطوط انا منزلها. اوكي، راح اكون وياكم بالخطوة الثالثة، راح اعلمكم شلون طريقة تنزيل الخطوط. الريسنت اللي هي الخطوط الأخيرة اللي انا استخدمتها. عفوا، قلنا التكست اللي هي إضافة النص، الفونت اللي هو الخطوط، الستايل اللي هو اللون. خل نركز شوية هني لأن في سؤال دايما يسألوني إياه الإخوان والأخوات في الفولورز عندي. هني اختار اللون. اخترت مثلا أحمر، أسود، أي لون. نختار مثلا أحمر. أوكي، هذه درجة اللون. هني ممكن إني أقلل من اللون. تلاحظون معي صار شفاف شوي. نزيد الحدة. هني ستايل اللي هو الظل. الظل دائما اركز على اول نقطتين. لاحظوا معي الظل، بخلي الظل مثلا اسود. شوف، نحط الظل اسود، اختار اللون هني، اختار الظل مثلا اسود. لاحظوا معي شلون راح يصير معي. شايفين صار عندي الظل اللي هي اول واحدة وثاني واحدة. اخليهم شخصيا انا استخدمهم اخر شيء، كلهم للحد الاعلى. الاكس والواي ما استخدمهم دائما. دائما تركيزي يكون على الالفا عفوا، على الالفا وعلى البلور. اخليهم اخر شيء. هني اقدر اتحكم فيه شنو لون الظل اللي ابي. مثلا ابي احمر، ابي اي لون ايا كان الظل حسب اللي انا ابي. اوكي، نكبر الخط. عندي السايز. السايز سواء في الطريقة اليدوية مجرد اني اسحب النقطة هذه، او اذا كنت دقيق زيادة على اللزوم اني اتحكم في الزائد والناقص. عندي في التلت اللي هي سواء في الطريقة اليدوية او الطريقة الدقيقة اللي هي طريقة الناقص والزائد، اللي هي درجة الميلان يمين أو يسار. لنفرض أني ترددت ما بيها لا يمين ولا يسار، أبيها في الوضع المستقيم، أخلي الدرجة تكون 0. الموف اللي هي التحريك سواء بالطريقة الدقيقة أو بالطريقة اليدوية مثل ما أنتم شايفين. هذه خيارات الفونتو اللي موجودة في البداية ال6.
عندي خيار ثالث اللي هو add item. اقدر اضيف مثلا اشكال مثل الاشكال اللي انتم شايفينها هني واكتب داخلها. مثلا اقدر في النقطة هذه، بس خلكم وياي التركيز شوي. انا عندي حركتين ممكن اخلي مربع او مستطيل عفوا اني اكتب داخله. الخطوة الاولى اللي هي الاد ايتم. اوكي، نختار اللون مثلا الاسود. مجرد اني اضغط عليه تطلع لي اختيارات لتحت التكست اللي هي ممكن اكتب داخل المربع، هذه ما استخدمها دائما. الاديت، لاحظوا معي اقلل حدة لون المربع نفسه. التلت حسب مثل ما قلنا درجة الميلان قبل شوي. ابي مستطيل اكتب داخله، اخلي الكتابة برا والمستطيل انا اتحكم فيه على راحتي. لاحظوا معي. اوكي، صار عندي بالشكل هذا. او في طريقة ثانية واللي هي انا دائما استخدمها للامانة. الطريقة هذه اللي هي الاد ايتم انا ما استخدمها لانها شوية دقيقة زيادة عن اللزوم. فالطريقة اللي استخدمها مجرد اني اضغط في اي مكان بالصورة. اوكي، اعطي مسافة. لاحظوا معي، مسافة 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 مسافة، كثر الحجم اللي انا ابيه. على طول اروح الستايل، اغير لون الباك جراوند. لاحظوا معي هني التكست، هذا لون التكست. الباك جراوند اللي هي الخلفية، ابي اللون مثلا اسود. اوكي، لاحظوا معي صار عندي. اصقر الحجم اللي انا ابيه مثلا 65 مثلا يعني. التكست ازيد، ابي اطول، ابي المستطيل يكون اطول بالشكل. راح يكون عندي بالشكل هذا مثلا. كلهم نفس الطريقة لكن حسب الدقة، لان هذا يكون دقيق زيادة عن اللزوم. لاحظوا معي حتى لو بصقر بكبر ما اقدر لان المكان ما يسمح لي. عموما هذه الشغلة ترجع لصاحب التصميم نفسه، سواء استخدم بالطريقة اللي موجودة في الاد ايتم او الطريقة اليدوية اللي انا استخدمها. هذه الخيارات اللي موجودة في الفونتو. ننتقل الحين للخطوة الثانية اللي هي كيفية تنزيل الخطوط. ارجع وياكم الخطوة الثانية اللي هي كيفية تنزيل الخطوط، وارجو التركيز فيها لان هذه اهم نقطة. خلنا نحطها بين قوسين، الفونتو بدون خطوط عربية ما يسوى شيء باختصار يعني. فنركز بس طريقة تنزيل الخطوط، وصدقوني طريقة جدا سهلة. عندي خطوتين لتنزيل الخطوط. الخطوة الأولى أما تكون عن طريق رابط. أوكي، أرسل لكم مثلا رابط معين مثل هالروابط هذه، بتكون فيها خطوط جاهزة. مجرد ضغطتين راح تنزل وياكم على البرنامج دايركت. الخطوة الثانية اللي هي ممكن تكون، هذه طبعا بعد ما تتثبت بعقولكم أو تتثبت معاكم طريقة كيفية تنزيل الخطوط، هني راح تبدعون فيها انكم تدشون مثلا سفاري. اوكي، نكتب مثلا خطوط عربية. اوكي، راح يطلع لي مواقع كثيرة فيها الخطوط العربية. لاحظوا معي موقع تحميل الخطوط العربية، برامج اغلاق السوفت خطوط عربية، مواقع كثيرة فيها خطوط عربية. لكن البحث عن طريق سفاري راح احتاج البرنامج هذا اللي هو برنامج الوينزب. هذا راح يكون برنامج مساعد اني انزل خطوط عن طريق سفاري. افضل لكم الخطوة الاولى اللي هي الروابط. هذه ان شاء الله بعد ما اشيل رابط الفيديو اللي راح احطه في البايو عندي في البروفايل بالانستغرام، راح احط لكم الخطوط هذه. وكثير من الاخوان للامانة في الانستغرام مصممين او اصحاب برامج يساعدون يحطون روابط خطوط في توبك او في البايو عندهم. خلينا نبدأ كيفية تنزيل الخط. لنفرض اني عندي الرابطين فيهم خطوط. اضغط مثلا الرابط هذا اللي افضله لسبب. السبب الرابط هذا ليش؟ لانه شامل للامانة، ويعطيه العافية اخونا الحر اللي صمم هالخطوط وحط لنا اياها في دروب بوكس. شاملة ليش؟ لان فيها خطوط انجليزية، فيها خطوط زخارف ورموز،
اوكي راح نشوفها مع بعض بعد شوي. زائد في الخطوط العربية، لنفرض اني بنزل خطوط عربية، اضغط خطوط عربية. اوكي لاحظوا معي هني اسم الخط دوت تي تي اف، تي تي اف اللي هو امتداد الخط. اوكي لان ممكن على يوم ننزل خط ما نشوف التي تي اف موجودة، هذه اعرف ان هذا مو خط، هذه مجرد صورة او اي امتداد ثاني. عموما تي تي اف هو امتداد الخطوط اللي انا احتاجها. لنفرض اني بنزل هالخط هذا. اوكي مجرد الضغط عليه راح يطلع لي داونلود. داونلود. اوكي نلاحظ معي هني مكتوب شنو؟ فتح في فونتو. مجرد اني اضغط عليه راح يحولني برنامج الفونت، يقول لي انستول اللي تحميل. اقول له نعم. يقول لي فونت انستول سكسسفولي، تم تنزيل الخط بنجاح. انا بس اني اركز باسم الخط اللي هو مثلا HSN سارة، على اساس بس اجرب الخط. اوكي هذا هو، هذا نزل معي HN سارة. لاحظوا معي هذا الخط، اشوف الخط عجبني اوكي، ما عجبني مجرد اني اضغط فونت ارجع للخطوط اللي انا نزلتها، سحبة بسيطة عليه ديليت. اوكي نرجع مرة ثانية. طريقة تنزيل الخطوط جدا سهلة، مجرد اني احصل الرابط. اوكي راح تكون الطريقة جدا سهلة. اجرب الخط مثلا اللي وراه او اي خط مثلا قدامي، لنفرض هذا. اوكي قلنا داونلود. يطلع لي فتح في فونتو، اضغط عليها يحولني على برنامج الفونتو، انستول تحميل. اوكي مجرد اني احفظ اسمه بالبداية اللي هو هذا، هذا راح يطلع عندي شكل الخط. عجبني خليته، ما عجبني مجرد سحبة بسيطة ديليت. هذه طريقة تنزيل الخطوط، هذه الخطوط العربية. اوكي الحين بنزل معاكم شوية رموز. يمكن الكل يتساءل شنو يعني رموز، شنو الرموز هذه. لاحظوا معي هني الرموز هذه ممكن اني استخدمها. طبعا لازم يكون الكيبورد انجليزي على اساس تطلع ويا الرموز. لاحظوا معي هذه ممكن نستخدمها مجرد تزيين في التصميم، او ممكن احد يستخدمها انه يكتب داخلها مثلا. اوكي هذه الرموز نزلتها عن طريق الخط هذا او الرابط هذا اللي احنا قاعدين نشتغل عليه الحين. خطوط انجليزية ما اعتقد ان الكثير، انا عن نفسي صراحة ما نزلت ولا خط انجليزي. ممكن خط التوقيع اللي انا استخدمه اساسا موجود في الفونتو. شنو العيب الشرعي موجود في الطريقة الأولى اللي هي طريقة الروابط، اللي قلنا ممكن نتبادل روابط فيها خطوط بالدروب بوكس؟ أن أضطر أني أنزل الخط عشان أشوف شكل الخط. ليش أنا قاعد أسوي كل هذا؟ أنزله بالفونتو عشان أشوف شكل الخط شلون صاير عندي. ممكن يعجبني ممكن ما يعجبني. مثل ما قلت لكم عجبني الخط خليته، ما عجبني الخط ديليت على طول. العيب مثل ما قلت لكم انه لازم انزل الخط عشان اجربه، اشوف اذا اوكي ولا مو اوكي. بس السهولة هي الميزة اللي فيه. شنو ميزة انه اقدر انزل عن طريق سفاري؟ لما اكتب هني خطوط عربية، اغلب المواقع، خلنا نفرض مثلا اطلع سوفت، اغلب المواقع لما ينزل خطوط، لما يحط لي خطوط في الموقع اني انزلها، يطلع ليها مثلا بالشكل هذا. لاحظوا معي يعني يعطيني شكل الخط جاهز، يعني ما يحتاج اني انزله في البرنامج واشوف شكله، لا موجود عندي هني. اوكي عجبني شكله، مجرد ضغطة بسيطة على اسم البرنامج، اسم الخط عفوا. نجرب خط ثاني.
اوكي، لاحظوا معي هني راح يطلع لي نفس الطريقة اللي قبل شوي، بس في اختلاف هني اللي هو شنو؟ قبل شوي كان يطلع لنا فتح في فونتو اللي كانت روابط مباشرة، لكن البحث عن طريق سفاري راح يتطلب مني اني استخدم برنامج الوزب اللي قلت لكم عنه هني، اللي هو هذا. راح يكون برنامج مساعد اني انزل الخطوط. راح يقول لي فتح في ونزب، مجرد ضغطة بسيطة هو راح يحولني الونزب، راح يحولني على الخط. مجرد انه يقول لي اوبن ان، اختار البرنامج اللي بنزل منه اللي هو شنو؟ شغلنا على الفونتو. نفس الطريقة الاولية، مجرد اني احفظ بس اسم الخط اتش فري اتي. لاحظوا معي هذا الخط اللي انا نزلته الحين، اوكي، اللي هو هذا اتش فري. اتش فري، لاحظ بالخط الصغير اللي هني اتش فري، هذا الخط اللي انا نزلته. لاحظوا معي شكل الخط ما تغير، الشكل العادي. يعني شنو؟ الخط يعني مو مدعوم، ما يدعمها فونتو او ما يصلح على الفونتو. قلت لكم الميزة اني اشوف الخط بعيني، ما اقدر، مو اضطر اني انزل الخط وبعدين استكشف اذا كان زين ولا مو زين. اوكي اتعب شوي، مجرد اني اتعب دقيقة او دقيقتين بس احصل على نتيجة. ليش؟ لان هني اغلب البرامج او اغلب الخطوط اللي موجودة في المواقع ما يدعمها برنامج فونتو. مثل ما شفتوا الحين نزلنا الخط، لاحظت ان الخط شكله عادي. لما اشوف ان شكله عادي اعرف ان هذا مو غير مدعوم من برنامج الفونتو. هذه طريقة الخطوط، ارجع اشرحها بشكل اسرع. افضل لكم طريقة الروابط اللي ممكن نتبادلها. مجرد اني اضغط على الرابط راح يطلع لي مثلا خطوط انجليزية، زخارف ورموز. مو شرط تكون كل الروابط مثل الاخ الحر اللي هو نزل لنا، جزاه الله خير على الباكج هذا. ممكن في ناس يقول لك بس خطوط عربية، ممكن ناس ينزل لك بس زخارف وخطوط، ممكن ناس ينزل لك خطوط انجليزية بس. الاخ الحر ما قصر، نزلنا باكج كامل خطوط انجليزية زخارف وخطوط عربية. ادش الخطوط العربية مثلا، اوكي، اختار اي خط انا ابيه. لان انا قاعد افكر لان اغلب الخطوط هذه موجودة عندي، فما اقدر انزل خط فوق خط. لنفرض هالخط، راح يطلع لي داونلود. مجرد ضغط الداونلود راح يطلع لي فوق هني فتح في فونتو اللي هو برنامج اللي قاعد نشتغل عليه. هني انستول اللي هو تحميل، راح يطلع لي ان تم تحميل الخط بنجاح. يعطيني اسم الخط اني احفظه بس HSN اساس اجربه. مجرد اني ادش فونت راح يكون ترتيب ابجدي هني ABCE، فراح حق HSN اللي هو ليان اللي نزلناه تو. فاجرب الخط، اشوفه عجبني اوكي، ما عجبني ادش الفونت انا موجود على الخط نفسه، عجبني خليته، ما عجبني ديليت. مجرد شخطة بسيطة ديليت. اروح اجرب خطوط ثانية غيره. هذه طريقة تنزيل الخطوط الروابط. الطريقة الثانية اللي مثل ما قلت لكم اياها ان ندش اي موقع، اوكي، مجرد ان نكتب فيه محرك البحث خطوط عربية، اختار اي موقع اني انزل منه. قلت لكم ميزة المواقع انها تخليني اشوف الخط قدامي قبل لا انزله. يعني ما اشتري على قولتهم السمك بالماي، لا، اشوف الخط قدامي، عجبني اوكي نزلته، ما عجبني خليته. لكن العيب الشرعي اللي موجود هني انه تقريبا مو اكثر الخطوط اللي موجودة في المواقع تكون مدعومة لبرنامج الفونتو. اغلب الخطوط اللي موجودة في المواقع تكون لبرنامج الفوتوشوب اللي احنا عارفينه بالكمبيوتر. هذه الخطوة الثانية الحمد لله انتهينا منها. طريقة تنزيل الخطوط تركيز بسيط جدا سهلة، مجرد رابط ادشه، داونلود، فتح في فونتو، واجرب الخط، عجبني خليته، ما عجبني ديليت. هذه بكل بساطة طريقة تنزيل الخطوط اللي الأغلبية الأمانة الفولورز عندي إخوان أخوات مستصعبينها، وهي جدا سهلة. بعد ما انتهينا من الخطوتين، الخطوة الأولى اللي كانت شرح خيارات الفونتو، الخطوة الثانية كانت كيفية تنزيل الخطوط العربية في برنامج الفونتو. الخطوة الثالثة اللي راح يكون وياكم فيها إن شاء الله، راح أصمم لكم تصميم سريع أساس تاخذون فكرة عن طريقة بس التصميم في برنامج الفونتو. ننزل الصورة مثلا
اللي نبيها. لا، خلينا نرجع بخطوة بس بسيطة. باخذ لكم لفة هني على الباكج اللي انا حاطه. هذه كل الادوات اللي انا استخدمها في التصميم، يعني مجرد اني ادش هالفايل هذا ما اطلع منه. عندي البرنامج الاول، هذا يمكن الكل يعرفه، برنامج تصغير الصور. اني اخلي قياسها على قياس الانستغرام بالضبط. مجرد اني اضغط على فايل هني، اوكي، لنفرض ان هذه الصورة اللي انا راح استخدمها في التصميم. اوكي، مجرد ضغطة على الخيار الثالث، لاحظوا معي، راح يعطيني برواز ابيض او راح يصغر لي الصورة بشكل افضل. سيف كاميرا رول. دايما اختار الخيار الوسطي اللي هو 2048 قياس الصورة. هذا القياس اللي مدعوم في برنامج الانستغرام، يكون حجم الانستغرام المناسب. حفظت الصورة خلاص، افتحها في برنامج الفونتو. او خلي اكمل لكم اللفة هني، معلش. قلت لكم هذا برنامج اللي هو تصغير الصور. الفونتو شرحناه تكلمنا عنه. سناب سيد برنامج استخدمه في قص الصور، في المؤثرات. له تقريبا يعني بحر شوية، بس ما احتاجه الا في قص الصور مثلا. الماي كام والبي فانكي برنامجين نفس الدور، اللي هما اللي هو اعوذ بالله التأثيرات على الصور. بعد ما اخلص التصميم، ادخل التصميم احد البرنامجين هذيل، وادخل عليه مؤثر انه يطلع بالشكل معي احلى. الونزب اللي قلنا راح يكون برنامج مساعد لنا في تنزيل الخطوط عن طريق سفاري. نكمل، ننزل الصورة مثلا اللي احتاجها. هذه الصورة اللي راح اصمم عليها ان شاء الله. نصيحة اخوية في تصاميمنا، خلنا نلجأ او نستخدم شطر لا اكثر. اشوف بعض الاخوان والأخوات يعني تكون مثلا الصورة عندي صغيرة بهالحجم هذا، نلقاه كاتب مكثر كل الصورة كلها كلام، ما راح تبين لا حلاوة الصورة ولا حلاوة التوقيع. هذا رأي شخصي، واللي يحب على قول يعتمده جزاه الله خير. اللي يحب يمشي على رأيه هذا شيء ثاني. بس على قولتهم نصيحة خوية، انه ما نكثر الكلام في التصاميم اساس تطلع حلاوة الصورة زائد حلاوة الكلام. لنفرض ان نختار شطر مثلا، صدرك وطن احن الغربة ضلوعه. لما اقول الشطر احط ببالي شنو الكلمة المميزة موجودة في الشطر نفسه. اوكي، نرجع. هذا الشطر عندي، صدرك وطن احن الغربة ضلوعه. الكلمة المميزة هني شنو؟ لنفرض انها كلمة وطن، كلمة مميزة موجودة في الشطر. في التصميم راح اخلي خطها غير ولونها غير عن باقي الكلام. نبدأ بالتصميم، مجرد ضغطة مثل ما قلت لكم على الصورة راح يطلع لي التكست. اكتب الكلام صدرك. لاحظوا معي ما راح اكتب الكلام كله، اكتب شطر شطر او جزء جزء، اقسم التصميم الى جزء جزء عشان اتحكم في الالوان وفي المسافة مثلا وفي الظل والحجم. هني الكلمة لنفرض مثلا بقياس 1. الفونت طبعا هني بعد ما انزل الخطوط اشوف الخطوط اللي عجبتني. اوكي، لنفرض مثلا اختار الخط، اغير اللون. طبعا اللون يعتمد على الالوان اللي موجودة في الصورة. عندي مثلا الابيض، عندي الاصفر. اوكي، اصغر الحجم، نخلي دائما الخط يكون معقول، لا هو كبير ولا هو صغير، بس يكون واضح يعني. اوكي، هذا الموف قاعد اتحكم بالكلمة بشكل دقيق. مجرد اني اختار، وانا شخصيا تعودت على شغله، مجرد اني اختار اللون، اخترت اللون على طول، من اختار اللون اصعد ستايل على طول، اللي هو قلنا شنو، اللي هي الظل. اول ثنتين اخذهم اخر شيء، اخلي الظل اسود اساس يكون الخط بارز بالشكل هذا. قلنا الكلمة المميزة شنو كانت عندي؟ صدرك وطن، اخلي وطن اخر شيء. صدرك وطن احن الغربة ضلوعه. اخلي مكان فاضي هني حق كلمة وطن، واكتب احن الغربة ضلوعه. اوكي،
لازم أتأكد من شغلة. كلمة صدرك كانت في سايز كم؟ 80. لازم أخلي اللي تحت هذا 80. ما أقول لكم لازم، يعني أساس يكون في تناسق بين الكلام اللي موجود. مثل ما قلت لكم هني، لما اختار اللون على طول أصعد ستايل على طول، ما أنسى ستايل، لأن أنا للأمانة في بداياتي كنت أنسى الظل. أوكي، نصقر الخط إذا ضايقنا شوي، خلي مثلا 70. نفس الشيء صدرك، أساس يكون في تناسق بالكلام. أوكي، الحين نجي للكلمة المميزة اللي هي كلمة وطن. وطن، أغير الخط وأغير اللون. ونصيحة خوية ثانية، لا نستخدم أكثر من خطين في التصميم، أساس ما تتشتت حلاوة التصميم أن نختار خطين وثلاثة وأربعة. لا، يعني قلت لكم نجزء التصميم إلى جزئين، اللي هو الجزء الأول باقي الشطر يكون في خط، والكلمة المميزة في الشطر مثلا كلمة أحبك، كلمة وطن، الكلمة اللي نشوفها مميزة في الشطر نخليها في لون ثاني وخط ثاني غير اللي موجود في التصميم. لنفرض أختار مثلا ديواني. أوكي، في بعض الخطوط نلاحظ معي فيها أكشن شوي، فيها حركة، لاحظوا معي. يعني الخطوط هذه تكون بشكل رسمي، الخطوط هذه تكون بشكل أكشن، اللي هو خط ديواني لتر. طبعا اخواني اخواتي، انتم ممكن مثلا تشوفون خطوط عجبتكم في تصاميمي، تسألوني شنو هالخط، شنو اسم الخط، اعطيكم اسم الخط، مجرد انكم تروحون سفاري تكتبون اسم الخط وتنزلونه على طول بدون دوخة راس. طبعا هالخطوط هذه اللي تشوفونها قدامكم كلها موجودة في الروابط اللي قلت لكم عنها، الروابط هذه، الرابطين هذيل، والاغلبية كل الخطوط اللي نزلتها عن طريق الرابط هذا. بس تحسبا يمكن انزل خط جديد مثلا من سفاري، عجبكم الخط عادي تسألوني واكتب لكم اياه تنزلونه عن طريق سفاري. لنفرض ما قلنا كلمة وطن اخترتها بالخط هذا. اوكي، انزلها شوي. اوكي، اغير اللون مثلا، يعني بما يتلائم مع الصورة، اني ما اقدر ادخل لون مثلا اخضر، ما له شغل بالموضوع اخضر يعني اخلي مثلا كله ابيض. اول كلمة مميزة اغيرها مثلا بلون اصفر. ليش؟ انا عندي مثلا هني شوية ذهبي، فاخذ اللون الاصفر هني المقارب للون الذهبي. اوكي، مثل ما قلت ستايل، مجرد اني اختار الخط على طول اصعد ستايل، واختار مثلا شنو الظل اللي ابيه، سواء ابيض اسود احمر اي لون اختاره. انا افضل الاسود، ليش؟ لان الخلفيه سوداء عندي، اساس ابرز كلمه وطن. صار عندي التصميم بالشكل هذا، صدرك وطن احن الغربة ضلوعه. بينت جمالية الصورة، بينت حلاوة الكلام. عندي شطر بسيط، كلام خفيف، خير الكلام ما قل ودل. نجي على التوقيع، مجرد اني اضغط احول انجليزي. اوكي، في بعض الاخوان واخوات المصممين مجرد انهم بس يكتبون انستا، اللي هي اختصار انستغرام. اوكي، ويحط نقطتين يكتب النك. انا افضل لا، اني اكتب انستغرام كاملة، انستغرام، او مثلا مكتب اذا احد بينزلها مثل تويتر، اكتب تويتر نقطتين واحط النك. انستغرام، احط النك. اوكي، اختار الخط الفونت، اروح الخطوط الانجليزية اللي موجودة عندي في البرنامج. في خط انا دائما استخدمه واغلب الاخوان الخوات تسألوني جاوبتهم، اللي هو خط اوربت، اوربترون بلاك. اوكي، اصقر، عندي السايز، افضل السايز على الخط هذا بالذات يكون 25، يكون حجمه حلو. نغير اللون، اختار مثلا اللون الابيض على طول ستايل، اول ثنتين الحد الاقصى، اختار الظل المناسب اللي للصورة. ممكن ازين التوقيع
مثلا بالنجمة. اوكي. اللي بالشكل هذا تشوفونها دائما في تصاميمي. راح يكون عندي تصميم بالشكل هذا، تصميم بسيط مع الأيام مع الوقت، ما ياخذ منكم التصميم 3 دقائق. اوكي. تعتمد على ذوق المصمم في تركيبة الكلام، في اختيار الألوان. صدقوني تصاميم جدا تافهة، جدا سهلة، مسلية. تعتمد على ذوقكم، لا تعتمد على ذوق غيرك. حاول تنوع بالألوان، بالخطوط، بالكلام، بنوعية الصور. إن شاء الله راح تطلع وياكم تصاميم حلوة. خليني أكمل لكم التصميم بخطوة ثالثة وأخيرة. لاحظ معي هني أضغط مجرد ضغطة سيفت التصميم عندي. أرجع هني البرامج اللي قلت لكم أستخدمها. قلت لكم ماي كام وبي فاين كي، اثنينهم نفس الدور. دائما ألجأ الماي كام. ماي كام إني أحط تأثير على الصورة. هذا عفوا التصميم اللي سويناه اللي هي الإيديت، بعدين فلتر اللي هي التأثيرات. اوكي. عندي التأثيرات هني، لاحظوا معي يطلع لي شكل التأثير شلون صاير. بعض التأثيرات تخرب التصميم اساسا، فانا دائما اللي استخدمه اللاندسكيب. مثلا هالتأثير لاحظوا معي قاعد يتغير شكل التصميم، الالوان، الخط نفسه لون الخط عفوا. اللي دائما الجأ له لاندسكيب. مجرد اضغط هني لاحظوا معي شكل التصميم تغير. لاحظوا الالوان صارت بارزة، الخط بارز. اختار الشكل اللي انا يعجبني. لنفرض مثلا الاول. done save. انتهى. طلع عندي هذا التصميم بشكل بسيط وسهل وسريع. هذه النهاية، وإن شاء الله أكون وفقت معكم في الشرح، وسامحوني. كان لي أول تجربة، وإن شاء الله في الجايات راح يكون الشرح أكثر دقة وأكثر وضوح إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.